السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم تحلية بذوق الشوكولا بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة على قد تجي حلوا بها صيامكم في وقت السحور او الفطور. صراحة لا كتجي رائعة، كتحضر في دقائق اللي هي معدودة، ومكونات كيف ما قلت لكم اللي هي سهلة واقتصادية وبسيطة بطريقة اللي جد مبسطة. كنتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير، واهم حاجة هي ديال الطريقة ديال التحضير. كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لاول مرة انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا جرس التنبيه باش يتوصلوا بكل ما هو جديد. وكنتمنى من الناس انهم يديروا لي واحد اللايك، جزاكم الله كل خير. وما تنسوش تخليو لنا الاراء ديالكم في التعليق. وعلى بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاجو هنايا واحد كيس فلان بذوق الشوكولا، وهذا ماشي ضروري، اللي ما عندوش ممكن انه يستغنى عليه. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي ندير واحد 3 المعالق كبار ديال المايزينا. مايزينا يمكن لكم تعوضوها، او النشا ممكن تعوضوها بالدقيق الابيض، مع 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. غادي نخلطوا الكل مزيان مزيان حتى يندمجوا لي مع بعضيتهم. وغادي نضيف عليهم نصف لتر ديال الحليب، كنخلطوا مزيان وكنردوهم فوق النار اللي كتكون متوسطه، مع الاستمرار في التحريك بواحد الفوي. ضروري البنات تبقاو تحركوا مره باش داكشي ما كيبقى لكمش في القعر ديال الطنجره وكتحرق لكم. صافي حتى كتقل معكم الكريمه كيف ما كتشوفوا كتولي بهذا الشكل هذا. كتطفيو عليها النار وكتضيفوا لها واحد المعلقه الزبده، اولا ضيفوا ياغورت بذوق الشوكولا، اولا قطع ديال الشوكولا اللي توفر عندكم. صافي مباشره وهي مازال سخونه كتاخذوا واحد الكؤوس ديال التحليه وكتوضعوا فيهم البسكويت. استعملوا اي نوعيه وفرات عندكم. درت انا هذا البسكويت هذا اللي كيكون صغير بهذا الحجم هذا، درت واحد الكميه. كيف ما كتشوفوا معايا ما تحتاجوش انكم تغمسوه في الحليب او لا تسقيوه بالحليب، لان داك الكريمه مازال سخونه فراه كترطبوا لينا، ما نحتاجوش عاد نسقيوه. صافي وغادي ندير واحد الكميه ديال الكريمه كيف ما شفتوا، وغادي نرجع ندير طبقه ديال البسكوي بهذا الشكل هذا، وبعد غادي نرجع ندير عاوتاني طبقه ديال الكريمه كيف ما شفتوا. صافي وفي التزيين في الاخير يعني كيبقى لكم الاختيار، ديروا قطع ديال الشوكولا او لا صوص الشوكولا ولا هذا، المهم داكشي اللي توفر عندكم. انا صراحه لا ما توفرش عندي صوص الشوكولا وداكشي، درت انايا غير قطع ديال البسكوي هذوك نيت اللي كنت درت بهم في الاول. صافي وخليتهم حتى كيبردوا، زينتهم غير بواحد شويه ديال الكراميل. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما كيبردوا تقريبا واحد ساعه هاد المكانه كيكونوا واجدين معنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو رائعين، كريميين، وطريقتهم كيف ما شفتوا معايا سهله وبسيطه. كنتمنى حقا انكم تجربوها لانها كتجي لذيذه بزاف بزاف. جربوها واكيد انها غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. والا كنتوا وصلتوا حتى لهنا ديروا لنا واحد اللايك، جزاكم الله كل خير. وكتبوا لنا في التعليق من اي دوله او مدينه نتوما كتابعونا، وبشركم مبروكه وكل عام وانتم بالف خير يا ربي. السلام عليكم.